عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة من مباريات دوري أبطال أوروبا ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. طبعا مباراة من العيار الثقيل. هنا في فرقتين وهنا في فرقتين. باريس سان جيرمان بقيادة نيمار وميسي ومبابي وحكيمي ودوناروما ونافاس والشلة ديت يعملوا كده يتوزعوا على فرقتين بالمستريح. بايرن ميونخ برضو بجميل موسيمالي وساديو ماني ونيوز يعني يعملوا فرقتين بالمستريح. طبعا باريس سان جيرمان المباراة تبقى على أرضه يوم الثلاثاء 14/2 مباراة الذهاب الساعة 10 مساء على قنوات بين سبورت المشفرة. هو جاي كان في مجموعته تاني، بس كان تاني مقرر يعني مع بنفيكا، كانوا متساويين في عدد النقاط مع بعض. هو كان باريس سان جيرمان جاي ب16 هدف وجاي عليه 7 أهداف. طبعا أول في الدوري الفرنسي. بايرن ميونخ الأول في الدوري الألماني، جاي متصدر مجموعته ب18 نقطة، فاز في كل مبارياته ومفيش مباراة تعادل فيها. جايب معاه 18 جون وعليه أقوى طبعا خط هجوم، وكده داخل فيه جونين. أقوى خط دفاع. هو كان مسيطر على كل أقوى قابلته في السكة في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. متصدر الدوري. مباراة صعبة أوي ما بين متصدر هنا في فرنسا ومتصدر هنا في ألمانيا. فرقتين تقال، كل فريق عنده لاعيبة تخض بمعنى كلمة تخض. هتبقى مباراة صعبة أوي ما بين الاتنين. إن حد قال لك باريس يفوز يبقى كذاب، قال لك بايرن ميونخ يفوز يبقى كذاب. المباراة 50-50، 50-50 ما بين الاتنين. صعب التكهن من اللي يفوز. أداء اللعيبة هم اللي وحالتهم هم اللي هيقولوا كلمتهم في الملعب. وده كل ما لدينا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.